قام ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي بمبادرة إنسانية قبل الانضمام لمعسكر منتخب المغرب، ويستعد منتخب المغرب لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة بين 13 من يناير إلى 11 من فبراير بمشاركة 24 منتخباً. وانخرط ياسين بونو حارس الهلال السعودي في مبادرة إنسانية رفقة إحدى الجمعيات التي تهتم بإعادة الاندماج والتأهيل داخل المجتمع بالدار البيضاء، رفقة الدولي السابق مروان الشماخ. وكان وليد ريدراغي المدير الفني للمنتخب المغربي قد زار في وقت سابق رفقة لاعب المنتخب المغربي جمعيات دور الأيتام والاحتياجات الخاصة. وكانت قرعة دور المجموعات لأمم أفريقيا 2023 قد أوقعت المغرب في مجموعة واحدة رفقة تنزانيا وجمهورية الكونغو وزامبيا.